متابعيني الحلوين، يا رب تكونوا كلكم بخير. انا غبت في اجازة قصيرة كده. اتمنى ان انتوا تكونوا كلكم بخير، والفيديو او الفلوج ده يعجبكم. انا لفيت كده اجازة صغيرة. كنت الاول رحت ايطاليا، وبعد كده نزلت على مصر، وبعد كده رجعت على انجلترا. هحكي لكم سريعا كده حاجات سريعة عن الاجازة وقد ايه احنا اتبسطنا. هي كانت بصراحة اجازة صغيرة اسبوعين بس حاولنا ان احنا نتبسط رغم ان هي كانت قصيرة. الاول بدأنا بالطيارة طبعا، وكان ابني مغلبني في كل حاجة. وايه ده، واسئلته كتير قوي لان هو اول مرة ينزل مصر، واول مرة كمان من فترة ينزل ايطاليا. فهنا كان بيلعب في مدمن العربيات، كان بيحب اي مكان فيه عربيات يقعد فيه وينسى نفسه وما نعرفش نتحرك من المكان. لما مشينا من المكان ده، كان ده مول في ايطاليا، الاوشن لو حد يعرفه. اول ما خرجنا كان بالعياط والصريخ، وبالعافية مشينا من المكان ده. بس بصراحة هو مول فيه كل الماركات. وهنا كان جوزي جوه، قلت له ادخل انت وانا هستنى هنا. زي ما انتوا شايفين مش زهقان، كل شوية عايز يلعب. هي بصراحة المولات حلوة في الحاجات دي. بس المشكلة ان العيال هتلطع حد جنبهم، يعني واحد يكون فاضي كده وخلقه ضيق مش هينفع يعني، لكن لازم يكون فاضي وباله طويل عشان يستحمل الصبر والمعاناة اللي هيشوفها. سريعا كده على مصر للطيران. نزلنا على مصر، كان هنا المضيف بيأكد على ان كله رابط الأحزمة ومطلع اللي هي الترابيزة دي، كله تمام. والطيارة ابتدت تتحرك على مصر المحروسة. كان الجو حلو جدا في إيطاليا لأن احنا اتحركنا من إيطاليا لمصر، فالجو جميل جدا، يعني ما يفرقش كتير عن مصر في إيطاليا. الشمس حلوة، والشتا المرة دي ما كانش قارس، يعني ما كانش فيه تلج ولا غير مرة أو حاجة. هنا الوجبة كانت عبارة عن ساندويتش جبنة وساندويتش فراخ وإزازة المية. دي الترابيزة. وكان في كيك كده نشربه مع الشاي، وعصير، والشوكة والمعلقة والسكينة، لزوم الحاجات يعني. الأكل مغلف طبعا، هو بارد بس كان معقول يعني يشبع. صراحة أنا عشان معايا ابني فكنت واخدة معايا أكل كفاية، عشان احنا كنا لسه هننزل من أسيوط للصعيد، من قصدي من مصر للصعيد اللي هي أسيوط، فعملت حسابي. ابني طبعا أنا مش عارفة أصور منه، وأخيرا وصلت بيتي في أسيوط شقتي. الناس هنا كانت محتفلة بالسنة الجديدة عشان احنا كنا على أول السنة في واحد، فلسه في زينة وكده. طبعا جبت الحلويات عشان الناس اللي هتيجي تسلم علينا وتستقبلنا وكده. ورحت يعني جوزي اشترى شوية حاجات، بس دي من قصر نابولي عجبتني قوي، قلت اصورها قبل ما تتنسف. ده مطبخي، بس انا يعني ما صورتش حاجة في شقتي. دي بقى البطاية اللي حماتي كانت مجهزها لنا، هي استوت شوية بس يعني الفرن كانت حامية شوية من فوق، بس كانت مستوية وجميلة قوي. طبعا الرغيف الشمسي والملوخية، اهو يعني حماتي متوصية بيا وعاملة لي ارانب كمان، فتسلم ايديها. هي البطاية بصراحة يعني من الآخر كان طعمها جميل قوي ومحشية كمان، فكانوا بيعلقوا ان هي محروقة، فانا قلت لا لا يعني حماتي شالت الجلدة كده وقالت ده هي مستوية، ودي بس الجلدة يعني محدش هياكلها، بس الطعم من جوه جميل قوي. وده العيش بتاعها برضو حلو قوي. البطاية دي تربية ماما، فمن الآخر يعني. هنا دول جوز اللي هو توم اند جيري او القط والفار، هما من سن بعض. و... و... زي ما انتم شايفين بيتخانقوا على الشيبسي او الكاراتيه، عايزين ياكلوا، كل واحد عايز ياكل قبل التاني.
فبيبصوا على بعض كده مين اللي هياكل الأول. و يعني كانوا طول الوقت كده بيعاندوا في بعض وكل واحد عايز حاجة معينة. فانتوا لو تلاحظوا ان ابني يعني رغم ان هو اول مرة يشوف اطفال بس ايه خد على الجو بسرعة. العيال دي مشكلة. كتر خير اللي معاهم عيال بقى. هو زعل كده بس هيرجع تاني ياخد. لانه مش هيستحمل طبعا ان هو التاني ياخد ياكل وهيسيبه، لا ده لازم يحط ايده وياكل. هنا بيبص على الكيس وقال له خلص مفيش يعني دلوقتي هيخلص. خلصوا عليه. زعل. مع ان الحاجات دي كتير قوي بس العيال بتاعند في بعض. هنا كان محل عصير تحت بيتي. اسمه فانوس في اسيوط، جميل قوي والناس كلها كانت بتروح. ودي كيكة جميلة قلت اجيبها لحماتي كده وتفاريح عشان كنا ملمومين. ففرصة قلنا ان يعني نحتفل يعني ونعمل اي حاجة. هنا ابني كان قليط قوي حاطط رجل على رجل، بيقول انا حاطط رجل على رجل ويضحك. اساسا الاصوات وكده انا لغيت كل حاجة. هنا بدأوا بقى يحتفلوا بالعيد الميلاد. هو انا بصراحة ما عرفتش اجيب الصوت الاساسي بس هما كانوا بيقولوا happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you جوجو happy birthday to you. يعني عشان الباشا ده صغنن يوسف بيحب يعني عيد الميلاد ويحب يطفي الشمع وكده. فهما الاتنين اسمهم يوسف فقلنا نعمل لهم عيد ميلاد هما الاتنين مع بعض عشان محدش يغير من التاني. فيلا حالا بالا بالا حيوا أبو الفصاد هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد. وخلصنا الدنيا. دلوقتي هيطفوا الشمع ويولع النور. احنا شوفنا أي سن كده وحطيناه وخلاص. احنا قلنا فرصة بقى جايبين تورتة نحتفل بقى. هو أنا معلش إن الفيديوهات طويلة معرفتش أقص بصراحة، فاعذروني. العيال طبعا بتنقي الحاجات اللي من فوق وخلاص. هنا يوسف بينام عند حضن تيتا. ودي حاجات انا حبيتها قوي ان هو سبته مع الاطفال وسبته مع اهله ونسيته خالص عشان يعني هما اسبوعين يلحق يشبع منهم وكده. هو فعلا نام. انا ما كنتش متخيله ابدا ان هو ياخد على اهله بالطريقه دي لان هو اول مره فعليا يشوف اهله ويشوف اللي هو عيال خالاته وعيال عماته وكده. فهنا كانت تيتا اللي هي تيتا ماما بتوديه وتوريه بقى في البلد الحمام والبط والوز والفراخ والحاجات دي كلها. فهنا كان بيأكل الحمام وكنت مستمتعة جدا انا بصوره وشايفاه مبسوط. يعني انا كنت نازلة مصر اكتر، اول حاجة طبعا عشان اشوف اهلي وتاني حاجة عشان هو يتبسط ويغير جو لانه مش بيشوف اطفال ولا بيشوف حد. فهو كان زي السائح كده نازل جديد. ف يعني مش عارف هو يتصرف ازاي بس يعني انا حبيت ان هو مبسوط. وكله طبعا معاه وبيقول له دي كذا ودي كذا وعايزين يبسطوه. هنا بيمسك الحمام لان هنا في اوروبا اللي يعرف في ايطاليا او انجلترا مليانة حمام. فهو مش بيمسكهم فهو مصدق بقى يمسكهم في ايده. في انجلترا هنا بطلعه بياخد اكل مثلا زيادة في البيت اذا كان عيش او بواقي اكل او اي حاجة
بيروح بقى نطلع برا نأكلها للحمام في كده حتة نافورة مية كده، بنقعد نتساير فيها أنا وهو، ونقعد في الشمس الحلوة لو في شمس، طبعا نادرا ما بيحصل، ونقعد نأكل الحمام. فهو بيحب الحمام جدا. دي واحدة تانية زي عشة تانية أو بيت تاني للحمام، لأن ماما عندها 3، معرفش أو 4، فهي بتأكلهم كلهم. هو الباشا لازم هو اللي يأكلهم طبعا، فبيحط لهم الأكل والمية محطوطة. اللي يعرف تربية الطيور إن هي إدمان، الناس اللي متعودة إن هي تربي طيور، دي حاجة لازم يعملوها، يعني حاجة بتسليهم، حاجة يمكن فيها سعادة مش عارفة، بس هم اتعودوا على كده. طبعا لازم نزلنا مصر يعني الفول والطعمية والأكل الجميل ده. وبالمناسبة أنا لقيتها فرصة وقلت لجوزي أنا عايزة عصير قصب وعايزة كشري، وافتكرت بقى كل الأكلات اللي أنا محرومة منها، كنا بنعدي على المحلات كده أدوق يعني أنا عايزة ده وعايزة ده. والبط طبعا والأكل من إيدين ماما ده ليه طعم تاني خالص. والملوخية اللذيذة الجميلة مع العيش الطازة الشمسي، أو اسمه رخفان أو زي ما تسموه، بس الحاجات دي الأكل فعلا طازة وفريش وجميل قوي، غير بقى المجمد اللي احنا بناكله والحاجات اللي منحسش ليها طعم أصلا. والطبلية طبعا أنا كانت فعلا وحشاني طبلية أمي. وقعدت ابني وقعدنا ناكل، وهنا يعني أنا يعني ما كنتش عايزة أبين كل ده، بس هما كانوا عارفين إن أنا بصور فيديو، فكانوا مبسوطين يعني. عايزة اقول لكم ان البط مسكر جدا وطازة وجميل قوي. زمان كانت ماما تسلق البطة وتدينا الكبدة او القرنصة او كده، بتبقى طازة وطعمها مختلف عن اي كبدة بتدوقوها من اي مكان. بجد انا استمتعت، وابني زي ما انتوا شايفين مستمتع جدا وماسك البطاية ونزل فيها اكل. وانا فاكرة طبعا ان لما كانت خالته بتعمل الملوخية كانت شايلاه، ما كانوش سايبينه خالص. مش دي مش حماية، ده زور البطة، هما بيعملوه فريك كده وبيعملوه زي اسمه الحمام الكداب للي ما يعرفوش. هو تقريبا كده شبع، فهيقوم. هنا البط الطازة زي ما انتوا شايفين اول ما طلع من التحمير هو محشي. هنا الطشة اللي بتاعة الملوخية، وانا قلت اصور لكم الاكل. اكيد انتوا عارفين طعم الاكل الكروي او الفلاحي طعمه ازاي. مش قادرة اوصف لكم، الطعم نفسه مختلف، كأني الأول مرة باكل الأكل ده، وبحس ان انا مش بشبع. يعني في بيتي هنا انا ممكن يكون الاكل ده عندي واقدر اشتريه، بس مش بيبقى بالروح اللي انا حاساها في بيتنا وعلى الطبلية بتاعتنا وفي ذكريات زمان ومع اخواتي وامي. فكنت حابة اعيش ابني الجو ده، وان هو يكون عايز يرجع تاني ويحن لبلده تاني، لان احنا تقريبا مكتوب علينا الغربة بعد كده، فلازم نربط اولادنا للمغتربين طبعا، نحسسهم بالحنين لاهلهم ووطنهم، ان هم ما ينسوش اهلهم ولا بلدهم. هنا في شقتي ابني كان لسه صاحي من النوم وكان تعبان. طبعا هو احنا قضينا كام يوم لغاية ما احنا يعني فوقنا من السفر، كنا تعبانين جدا ومحدش جالنا لغاية ما نرتاح، وبعد كده ابتدينا نسلم على أهلنا وكده. هنا طبعا الأجازة خلصت وصورت مقتطفات صغيرة جدا. هنا كنا طالعين على المطار، كنا من أسيوط على الغردقة، من مطار الغردقة، فقلت لجوزي أنا نفسي أشرب عصير قصب، معرفش هو مع إننا في الشتاء، بس أنا كنت عايزة أشرب لآخر مرة عصير قصب قبل ما أمشي، فنزل يجيب لي عصير قصب. وبالفعل اتحركنا ووصلنا للغردقة، ودي شوارع الغردقة إلى المطار.
عايزة اقول لكم ان مطار الغردقة سهل جدا واسهل من مطار القاهرة، لان احنا وجايين من القاهرة اتمرمطنا. يعني حسينا يمكن عشان مقضيينها سفر وكده. بس بصراحة مطار الغردقة احسن متهيألي انا، يعني بالنسبة لي انه كان افضل من مطار القاهرة. الحتة دي في بلدي في اسيوط، بس انا قدمت دي عندي، معلش. سلام سلام يا اسيوط، سلام يا بلدي الحبيبة. احنا هنا طبعا انا بودع شوارع وكل حاجة، بودع ارض وتراب مصر هنا في المطار. بناخد شنطنا وبنروح على التفتيش والوزن والباسبورات وكل الحاجات دي. زي ما انتم شايفين، مرمطة. العربية دي ساعدتني جدا طبعا، شايلة فيها حاجاتي وجوزي ماسك الشنط قدامي وماشي بيها. فانا لولا دي كنت هجرجر ابني ورايا وما كنتش عارفة اتحرك بيه، فكانت بتساعدني جدا. هنا طبعا نزلنا لمطار يعني احنا ركبنا من الغردقة لإنجلترا على طول. إنجلترا استقبلتنا طبعا بالطبيعي بتاعها بالمطر. ده طبيعي في الجو، يعني اهو welcome to London لوتون، اللي هو المطار لوتون. هنا ابني كان طبعا قاعدين شوية مستنيين الأتوبيس، لأن احنا مش منزلناش المطار على طول على البيت، لأ ده احنا لسه هنسافر تاني هنستنى مواصلات تانية. قعدنا تقريبا 3 أو 4 ساعات لغاية ما وصلنا بيتنا. فهنا قعدنا في المطار لغاية ميعاد الأتوبيس، تقريبا ساعتين 3 كده. جبنا ليوسف حاجات، ساندويتش وسناكس وحاجة يشربها وكده، لأن هو طبعا زهقان وتقريبا كان مطبق، يعني ما نامش في الطيارة. المعروف ان السفر متعب جدا، يعني انا كنت عايزة اخد كوست من الراحة كده، كنت عايزة اروح بيتنا بفارغ الصبر. هنا كنت بحكي مع ابني وكده، كان فيديو بقول له جوني جوني وبنغني مع بعض ويقول لي يس بابا. هو فعلا كان بياكل سكر، مش فاكرة جابه منين، من دوناتس او حاجة مش فاكرة. بعد كده قال لي فين بابا. هنا جوزي طبعا احنا وفي الاتوبيس، ركبنا الاتوبيس فجاب لي حاجة كده شوكليت حلوة، كان ابني نايم ساعتها واخيرا ارتحت وقلت انا كده ايه، احاول انام شوية. قعدنا نزلنا من الأتوبيس ده وقعدنا في محطة أتوبيس واستنينا مع أتوبيس تاني. ويا سلام، كانت في بصيص من الشمس كده، حرارة لا تذكر. وبعد كده اختفت تماما، هتلاحظوا ان الشمس نورت وطفت تاني. فده العادي، يعني امبارح بالليل كانت بتمطر والنهاردة يعني مش متوقعين ان يكون في شمس اصلا. دي محطة الأتوبيس. احنا دلوقتي هنا ابني كان نايم جنبي في العربية. هنا محطة الأتوبيس كبيرة قوي وفيها حمامات ودي الشنط فيها كل حاجة. وابتدينا بقى رحلتنا من آخر أتوبيس ده لغاية بلدنا، اللي هي هناخد فيها تاكسي عشان عربيتنا طبعا قدام الباب في بيتنا مش معانا. فهنركب دلوقتي، ننزل من الأتوبيس ده ونركب تاكسي وصلنا للبيت. وصلنا البيت اخيرا وجوزي ما استناش، نام وارتاح، وبعد كده طلع جاب لنا طلبات البيت اللي ناقصانا.